بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الكيكه اللي تتجي اكثر من رائعه، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. المكونات موجوده ان شاء الله في كل دار، بسيطه دغيا كتوجد. كنتمنى تجربوها، ولا عجبكم الفيديو طبعا ما تنسونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق فضلا وليس امرا، وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. تبارك الله كما تشوف معايا هنايا خديت المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وغنخليه على جنب. وغناخذ واحد الكاس ديال الحليب كما تشوفوا معايا، الحليب بدرجه حراره المطبخ. غنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال الخل، ولا تضيفوا عليه معلقه كبيره ديال عصير الحامض اللي توفر عندكم. هذا الشيء ديروه قبل ما تبداو الكيكه. خديت هنايا واحد الاناء ضفت عليه واحد رشيشه ديال الملحه، وغنضيف عليه واحد 3 البيضات يكونوا بحراره المطبخ، يكونوا شويه كبار. كما تشوفوا، وغنضيف عليهم واحد الكاس لاروب ديال السنيده. واللي تيبغي الحلاوه ممكن يكمل الكاس. هنايا غنضيف واحد الساشيه ديال الفاني، ونخلط بالطراب الكهربائي حتى يتجانس هذا الخليط ويضاعف الحجم ديال البيض ويولي اللون ديالو ابيض. غادي نحبس عليه من التخلاط. بعد ما تخلط هذاك الخليط كما تشوفوا وتضاعف الحجم ديالو، كما تشوفوا القوام ديالو تيولي شويه ثقيل. صافي هنايا غنضيف عليه واحد نص كاس ديال الزيت، غير نص كاس، ما تزيدوا ما تنقصوا كما تشوفوا. نضيفوه بشويه بشويه وانا تنخلط كما تشوفوا، ما تضيفوش دفعه واحده باش يبقى داك البيض محافظ على داك الهواء اللي دخلناه فيه. صافي غنخلطوا واحد شويه. صافي دابا غندوز باش نضيف هذاك الكاس ديال الحليب. كما تشوفوا القوام ديالو ملي ضفنا ليه الخل تيولي ثقيل بحال الرايب. غير ديروا هاد المعلقه ديال الخل في الحليب، راه تتعطي الخفه لهاد الكيك وتينجح معنا باذن الله. صافي تا هو درتو بشويه بشويه حتى ساليته، وغنخلط واحد شويه صافي ونحبس من التخلاط. بعد ما تخلط ليا الخليط مزيان صافي دابا غنحيد الطراب وغنستعمل غير الطراب اليدوي. غنضيف هنايا 2 معالق ديال المايزينا، ضروري تغربلوهم كما تشوفوا مع الكبار عامرين او نشا الذره. صافي بعد ما غربلتهم غنخلطهم شويه وندوز باش ندير الدقيق والخميره. كيما شفتوا معايا هنايا غنضيف واحد الكاس ديال الدقيق. الدقيق يكون نوعيه جيده خاص بالحلويات. غنغربلو، ضروري تدخلوا الهواء في داك الدقيق ديالكم. نضيف الكاس الثاني، دائما العبار بكاس العنبه او اي كاس عبرتوا به السوائل تعبروا به حتى النواشف. الخميره 2 ساشيات ديال الخميره كما تشوفوا معايا، المجموع ديالهم 16 غرام. حتى هما نغربلوهم مع داك الدقيق ونخلط الخليط ديالي. ما نبالغوش في التخلاط باش ما يهبطش لينا داك البيض، نخلطو غير شويه حتى يتجانس الخليط ونحبسو. ما بغيتش نضيف الدقيق في مره باش يجينا ساهل التخلاط ديالو. المجموع ديال الكيسان اللي غندير 2 كيسان، والكاس الثالث غنديرو ما عامرش كما غتشوفوا معايا. صافي غنخلط هذاك البيض كما تشوفوا والدقيق. غنضيف بشويه بشويه وانا تنخلط. صافي بعد ما غربلتو غنخلط شويه كما تشوفوا. حاجتنا بواحد الكيكه اللي تكون خفيفه ما تكونش ثقيله ونفس الوقت ما تكونش جاريه بزاف. صافي هنايا كملت هذاك اللي تبقى ليا ديال الدقيق. كيما تشوفوا القوام ديال الكيك تتكتبي داك الحرف ديال 8 تيتكتب لك.
كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم واش يتشرب ولا لا. هنايا غندير واحد راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. هذا المكون هذا تيخليها طالعه ما تتهبطش باذن الله. غير ضيفوه، ما تخافوا منه، ما حتى شي حاجه ما تيجي باين لا حتى شي حاجه، تيديروها حتى في المخابز. صافي غنخلطو مزيان. الا بغيتو ديروه مع السوائل ديروه، انا خليته حتى الاخير عاد ضفتو. والفران راني شعلته، ضروري الفران ديالكم يكون سخون من قبل فاش تبداو تخلطوا الكيكه تشعلوه. صافي نخلط مزيان هذاك الخميره وندوز باش نديرها في المول. صافي هنايا خديت المول، غنضيف هذاك الخليط اللي خلطت ديال الكيك. وبالنسبه للمول الا بغيتو ديروا الدائري ديروه، انا درت هنايا هذا الطويل، نتوما على حسب الرغبه ديالكم نتوما. صافي غنضيف العجين كامل، غنخليهم منه غير شويه اللي غندير فيه الشكلاط خبره. صافي خليتها واحد شويه كما تتشوفوا باش نزوقوا هاد الكيكه ديالنا. واللي ما بغيتش يدير الشكلاط بغا يخليها كلها بيضاء على حسب الرغبه، ولا ديروا فيها فواكه الجافه ولا على حسب الرغبه ديالكم نتوما. هنايا خديت واحد الساشيه، كيف ممكن تاخذوا واحد المعلقه ونص ديال الشكلاط يكون من نوعيه جيده، شكلاط المر. هنايا خديت انا هاد الساشيه هادي، وغنخلط هذاك الخليط باش بعد ما غنضيف واحد شويه ديال الحليب باش يتخلط ليا، ما كاملش 4 كاس ديال الحليب. غنخلطو مزيان ونضيفو لهاد الكيكه ديالنا. صافي بعد ما خلطتو انا غنضيفو في الوسط ديال الكيكه كما تتشوفوا. غندير واحد الخط عشوائي كما تتشوفوا. صافي ونزينها بواحد العود ديال الشواء، ندير فيها خطوط متموجه كما تشوفوا موضح في الفيديو. الفران اللي يكون كما قلت لكم مسخن من قبل، غنطفي الفوق ونشعل لتحت ونقص عليه درجه الحراره. غطيب من التحت، ملي غتشوفوها طابت من التحت غتشعلوا عليها الفوق دغيا. الفوق تلقاو دغيا تتحمر، غير ما تغفلوش عليها باش ما تحرقش ليكم. بعد ما طيب ان شاء الله نتلاقاو. الاقتراح ديال اليوم بعد ما وجد كما تتشوفوا تتجي اكثر من رائعه، طالعه ومحمره واخده حقها في الطياب، ما تحرقات ما حتى شي حاجه، غير ردوا معاها البال. كنتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم، وتبعوا هاد الخطوات اللي درت معكم من الاول حتى الاخير باش تنجح معكم ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو طبعا ما تنساونيش من حد اللايك وكتابه التعليق فضلا وليس امرا، تبارطاجوا مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وكنقول لكم شكرا جزيلا، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله، في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.